أبطال قصتنا النهاردة كانوا أصحاب جدا جدا. فضلوا مع بعض في الثانوي وخلصوا الثانوية ودخلوا الجامعة مع بعض كلية الحقوق، خلصوا الكلية مع بعض وبعدين الحياة فرقتهم، كل واحد راح في طريق. واحد منهم ابتدى يكبر في شغله ويترقى لغاية ما بقى قاضي كبير قوي في البلد، والتاني للأسف دخل في سكة وحشة قوي، سكة القمار والخمور، واتطرد من شغله، وفي يوم من الأيام اتقبض عليه لأنه كان بيكسر قانون. بعد ما اتقبض عليه كان في قصة كبيرة جدا، هيتقدم للمحاكمة، ومين ساعتها؟ القاضي صاحبه وصديق عمره. كل المحامين كانوا مستنيين المحكمة دي ومتوقعين، مش عارفين ايه اللي هيحصل. تفتكروا القاضي هيختار الحق وهيمشي القانون، ولا هيختار صاحبه ويعفي عنه وساعتها مش هنمشي القانون؟ وقف القاضي وبكل حزم حكم على صاحبه بأقصى عقوبة كان ممكن تحصل في الوقت ده، غرامة مالية كبيرة جدا، رغم انه كان في ايده انه يخفض الغرامة دي للنص، لكن هو قرر انه هيحكم عليه بكل الغرامة. الناس استغربت جدا، ياه، نسي الصحوبية، نسي الحب اللي كان بينهم، نسي ان هم كانوا صحاب مع بعض طول الوقت. بس القاضي بعد ما قال الحكم بتاعه وقف وطلع من جيبه دفتر الشيكات وكتب فيه كل المبلغ علشان يتسدد بدل صاحبه. الرحمة والحق أكتر صفتين صعب جدا إن حد ينفذهم، لكن الرب يسوع وهو على الصليب حقق الصفتين دول. حقق الرحمة إنه رحمنا وأخذ العقاب بدلنا، وحقق الحق كمان إنه قدام الله دفع كل الثمن كامل. إيه رأيك لو تيجي تستمتع بالرحمة من الرب يسوع اللي دفع كل الثمن بدل خطيئك؟